بلا هادو بلا هادو كنشوف بهاد الطريقة. بزاف د الناس كتبان ليهم مسألة عادية تلبس نظاظر، وفي يومنا دابا عادي بزاف وكاين اللي كيتزين بهم كاع، ولكن أنا عندي 25 عام، فاش كنت صغير النظاظر كان شي حاجة ماشي عادية، بلوز أو موان في المحيط ديالي. قبل ما نبدا بغيت نشكر الناس اللي تفاعلوا مع الفيديو الاول وشجعوني، والناس اللي عطاوني نصائح باش نزيد نحسن من الجودة ديال هادشي اللي كنقدم. هاد الفيديو فيه تشجيع ورسالة لأشخاص معينين اللي كيعيشوا نفس الحالة أو حالة مشابهة، لا أقل ولا أكثر. ما كنقلبش على التعاطف ديال الناس أو ندخلكم في جو درامي. بالنسبة لعائلتي وأصدقاء الطفولة اللي باقي عندي تواصل معهم، كنقول لكم أنه هذا الفيديو ماشي رسالة عتاب لأي شخص فيكم، وهو فقط تعبير على تجربة مريت بها وبغيت نشاركها مع الناس. شكرا. يلاه تزاديت وكانوا قالوا الوالدة ديالي في السبيطار أنني عندي قصر نظر حاد، وكانوا موجدين العائلة الصراحة أنني واحد النهار غندير نظاظر، ولكن ماشي بهاديك السرعة، لأنه اون فوا بديت كنتمشى بحال الدراري الصغار ردوا البال أنني كنضرب في الطوابل في الكراسة، ما كنركزش مع الناس فاش تيكونوا جايين ولا كيهضروا معايا، وحتى الرسوم المتحركة مثلًا ملي كيطلقوهم في التلفازة أنا ما كنركزش معاهم. كانوا داوني عند الطبيب وأنا تقريبًا عندي عامين على حساب ما عاودات ليا أمي، قال لهم أنني خصني ندير نضاضة، لأن العبار ديالي كان ناقص 20. الناس اللي كيديروا نظارات ولا ديجا دوزو عند الأوفطالمولوج عارفين شحال هي ناقص 20. داروا لي نضاضر، كانت واحد الصعوبة في الأول، الدري صغير كيدير نضاضر ودونك غيهرسهم ما غاديش يستعملهم، مي من بعد كبرت بيهم ولفتهم بشوي بشوي. كنت محتاج أنني ندير نضاضر بزاج غليظ كيسميوه في المغرب قاع الكاس، من هاد السنية بدا كلشي. هاد الجيل ديالي كانوا كيشوفوني نسبيًا مختلف عليهم من واحد الناحية، وهادي واحد الحاجة اللي كانت مؤثرة بزاف، لأن كانوا بحال مستبعدينّي على الساغكة ديالهم، بالنسبة ليهم أنت داير نضاضر à l'époque يعني أنت ولد بابا وماما مفشّش، مبهلل، ضعيف، ما عندك حتى علاقة بالرياضة. كان أي إنسان بلوتو أي دري صغير كان تيبغي يفرض راسو وسط واحد المحيط، كان تيبغي يحقر عليا. بالنسبة لي هاذيك هي الطريقة باش يبين للدراري أنه كيف تنقولوا في مراكش قايلة. كانوا كيحيدوا ليا نظاظري، يهربوا بيهم، بعض المرات كيهرسوهم، وتنبدا تنسمع شي كنيات. دابا الصراحة كيضحكوني، عرفتي كنت تنكون غادي في الزنقة حتى كنسمع بيعوار ولا كاع العظمى الزوينة اللي بقات معايا لواحد المدة كبيرة كيتزعورة. هاد الشي كيضحكني دابا، ولكن نتخيّلوا طفل صغير كيفاش كان غيحس. كانت من سابع المستحيلات أنني نلعب مع الدراري ديال الدرب كورة، مستحيل واخا تكون ديالي. إلا دويت كنت كناكل العصا، وكان عندي واحد المشكل مع العائلة ديالي اللي لحد الآن باقي تنعتبره مشكل، واخا عرفتهم غيتفرجوا، وهو أنهم ما كيبغيوش الصداع، ما كيبغيوش يجبدوا الصداع ولو يكونوا مظلومين وما يدافعوش على حقهم. وإلا كنتِ جيتِ تشكيتِ ليهم من واحد سوا قدّك سوا صغر منّك سوا كبر منّك تعدى عليك، غتدخل للدار. وحتى ما كانش عندي الفرصة أنني نمشي مثلًا عند الوالد ونقول ليه بابا راه حقر عليَّ هذا ولا تعداو عليَّ الدراري ولا tout simplement الوالد ديالي الله يرحمه كان توفى وأنا يقدر قبل ما نلبس النضاضة عام وشي حاجة. هاديك الإمكانية ديال أنه يخافوا الولاد اللي كبر منك من باك ما كايناش في الحي، حيت ما غيخافوش من الأم، واخا تكون الأم ديالك كدافع عليك. كانوا عندي خوالي
كاع اللي نقدر نشكي ليهم، ولكن واحد الحاجة اللي كانوا ملزمينّي بها الوالدة وجداتي وخوالاتي، أنهم ما ندخّلهمش في هادوك المواضيع، لأنه خوالي ماشي من النوع اللي زعما غيمشيو يتشكاو حتى هُما يتبرّوا للوالدين، كانوا كياخدوا حقهم بيديهم. ما كنتش aussi نقدر أنني نشرح ليهم الوضعية وكندير كأنه كلشي مزيان، حتى كنكذب على الدار كنقول لهم أنا خارج نلعب مع الدراري، غير باش نخرج ونبان بحال راه كنلعب في الدريبة الأخرى ولكن ما كنلعب مع حتى حد. نقولوا أنه الدراري الصغار باقي ما عندهمش العقل، ولكن كان هاد الشي حتى مع الكبار، حيت بعينيا شفت والدين كانوا كيحرضوا ولادهم عليا، عشت واحد العنصرية الصراحة مع الكبار، وكانوا اللي ما حاسينش بها وما رادينش ليها البال، مثلًا معلمات، وكانوا شي وحدين منهم الله يسمح ليهم اللي كانوا كيديروها بالعاني. باقي عاقل على واحد المرة كانت واحد المعلمة في الابتدائي ما كانتش كتخليني نجلس في الطاولة الأولى حيت بالنسبة ليها داير نضاضر يعني كنشوف وأنا راه بنضاضر وما كنتش كنشوف بالطريقة اللي يقدر يشوف بها إنسان سليم في النظر ديالو. فكان مشى ليها خالي وقال ليها الدري غيجلس لقدام ودوى معاه قاصح وجلسني دخل القسم وجلسني لقدام وجلست. مشى هو وهي تحيد ليا النظر بالتهكم والضحك وكتقول لي إيوا ملي جلست الطاولة الأولى ما غتحتاجش ليهم، كلشي كان تيضحك، عادي الدراري الصغار. عقل حتى على أستاذ ديال الرياضة في الكوليج ما كانش كيلعبني نهائيًا حتى شي نشاط فيه كرة، سوا الباسكيت، الهاند، الفوتبول، وحنايا في المغرب الشغف ديال الدراري هو الفوتبول، فما كانش كيخليني نلعب، تيقول لي غيتهرسوا ليك النظاظر، تنقول ليه لا ما غيتهرسوش، تيقول لي إلا بغيتي تلعب حيدهم، وأنا ما يمكنش نهائيًا نشوف بلا بيهم. بقيت على هاديك الحال مدة كبيرة، حتى تقريبًا درت 14 عام. كان عندنا رحلة مدرسية مع واحد الأستاذ، والناس اللي كنت غادي معاهم حتى هُما ما كانوش كيحملوني. ما كانوش كيحملوني هذه قصة أخرى ما عندها علاقة بالنظاظر حيت كنت متفوّق عليهم في الدراسة. ما كنتش باغي نمشي لهاديك الرحلة، شديت دوك الفلوس اللي عطاتني الوالدة ومشيت عند أوفطالمولوج، دخلت عندو قلت ليه أنا بغيت نحيد النظاظر بغيت ندير عملية، شحال غيخصني؟ قال لي يا ولدي أنت راك باقي صغير، راه خاصك au moins تكون عندك 25 26 عام. بقيت كنبكي عليه كنقول ليه أنا ما كنحملش نضاضر، ما بغيتش ندير نضاضر كذا، هو كيواسي فيا، حتى قال لي: "واش عمرك جربتي العدسات؟" قلت ليه: "لا." شرح ليا كيفاش وهذا، هو يكتب ليا العبار ديال العدسات اللي نقدر ندير، كي خرجت من تما مشيت شريتهم ودرتهم، تما تبدلوا بزاف د الحوايج. مع العدسات عاوتاني قصة أخرى، كانوا الناس اللي كيعرفوني ولاد الجيل ديالي ملي كيشوفوني أنني حيد النظاظر كيسولوني شنو درت، تنقول لهم عدسات، تيقولوا لي بالك بنت. دابا ملي كنتفكر هاد الشي مضحك، ولكن والله إلا كان كيأثّر فيا هاديك الساعة، كنت vulnérable وكنحس براسي أنني كنزيد نتدمّر ونضعف، وعوض ما أنني نركّز في حياتي وفي مستقبلي وفي الحصيلة الدراسية ديالي، كنبقى مركّز مع الناس شنو بيقولوا. ولكن واخا هكاك تبدلوا بزاف د الحوايج و وليت beaucoup plus flexible أنني نبين راسي بالطريقة ديال l'adolescent الcool في الليسي المغربي اللي ماشي مبلّل، اللي ماشي ignoré par tout le monde دونك كانت حاجة مزيانة وكان un avantage ليّا. حتى القدرات الرياضية ديالي إكسبلوطيتهم، كانت السرعة لا flexibilité كبيرة، فبديت كنتريض أكتر، بديت كنكون مستقبل من عند الدراري أكتر، والصراحة بدا كيجيني شوية الغرور، حنا نكونوا صريحين أنه في الadolescence كتكون مهتم le côté ديال الفتيات الفتيات.
فكانت تبدلات النظرة مثلًا ديال البنات اللي كيكونوا معاك في قسمك أو في الليستي ديالك. وما تلومونيش الصراحة، كنت صغير وما كنتش عارف الimpact ديال هاد الشي، وما كنتش فاهم حتى أنا أنني غنولي من هادوك الناس اللي كرهتهم قبل. غلب عليا الغرور حتى نسيت القراية ديالي وهداك الشي اللي كنت كنأكسيلي فيه. وليت حتى أنا من ديك لا كليك ديال الدراري اللي مشاغبين اللي زعما حاكمينها، كبرت ومن مورا الباك ديالي عاد كنت جرحت في عينيا. وكان قال لي الطبيب أنني خصني نحبس العدسات حتى تبرى لي عيني. heureusement كانت جات في الوقيتة ديال الكورونا، ولكن في ديك الوقيتة كان جاني صعيب أنني نستقبل ندير نضاضر عاوتاني وإلا ما براتش ليا عينيا. وهاديك لا بيريود هي اللي تبدل فريمون كلشي، حيت بدلت من راسي بيني وبين راسي، وحاولت أنني نتقبل راسي، وحاولت أنني نحترم راسي أكتر. بغيت نعاود ليكم كيفاش، ولكن غنخليوها لفيديو آخر. اليوم جيت نقول لأي إنسان واجه التنمر في صغره أو في كبره بأي شكل من الأشكال، كلامهم لا يسمن ولا يغني من جوع، وما كيعني والو. اللي كيعني هو كيفاش كتشوف راسك وشنو كتقول لراسك، وفيك بزاف ديال الحاجات الزوينين اللي انت عارفهم. بالنسبة للناس إلا كانوا ما كيشوفوهمش فحيت هما ما عندهمش أصلا. حب راسك، راه ما كاينش شي واحد ضعيف، غير كاين اللي باقي ما اكتشفش القوة ديالو. الحياة كلها معركة، وإلا كنتي مآمن بأنك عندك قدرات راه غتقدر أنك تربحها. شكرا بزاف إلا وصلتي حتى لهنا، وكنتمنى أنه هاد القصة تكون عبرة وأوسي إفادة. أنا فرحان بزاف لأنه قادر نتقبل الموضوع وندوي فيه بأريحية، حيت هادي راه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. ودابا متقبلة راسي بزاف. سي بوكو بلو براتيك أنني نستعمل العدسات ديالي في الحياة اليومية، ولكن راه كنستعمل حتى النظاظر، والناس اللي كيعرفوني راه كيشوفوني بهم في الزنقة عادي وفرحان وما عنديش مشكل، حيت هادشي من عند الله وأنا فرحان به لدابا. خليو لي في التعاليق إلا عندكم قصة مشابهة، ولا بغيتوا المزيد من القصص والتجارب اللي دوزتهم سواء أنا في حياتي ولا الناس اللي كنعرفهم ولا سامع بهم. السلام عليكم.